بعد أن فجر الرئيس الإفريقي التونسي قضية الرشوة بين البنزرت التونسي وشبيبة القيروان، ها هي قضية جديدة يكشف عنها الحكم المساعد حسين الحمروني، والتي اتهم فيها حسين جنيح المدير التنفيذي بالنجم الساحلي بالسعي لاستمالته خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام الإفريقي التونسي عبر وساطة الحكم الدولي المساعد بشير الحسني والمنسق بإدارة التحكيم محمد الغربي، مدعما التهمة بتسجيل صوتي قدمه للاتحاد التونسي. يوم المقابلة في الليل قعدت نتبع في الموضوع، اتصلوا بي حكم مساعد دولي وقال لي حاجتي بيك، شفت بحذاه للبيت اللي هو سي بشير الحسني، وقال لي راهو اللي فما سي حسين جنيح يحب يكلمك. انا ما نجمش نكلم مره، لو كنت شنو يحب يكلمني، معناها انا شنو اللي عندي ما يعرفنيش ما نعرفوش، ما نجمش نكلمه. بعد قعد بعد شكون عارفين باش نكلمه، بعد كلمته معناها حسيت اللي هو يحبني معناها ندز مع الاتوال، يحبني معناها كوني نعامل الاتوال معامله خاصه وكذا. انا قمت بتسجيل الشيء هذا، معناها كيفاش ملي دخلت البيت اللي خرجت، ثم اتصلت بمسؤول سابق ثقة ومديته بالتسجيل وكذا. في الصباح الباكر مدينا سيد رئيس الجامعة بالتسجيل. واكتفت الأطراف المتهمة بتكذيب الادعاء، مؤكدة على أن القضية مفتعلة وراءها خيوط مؤامرة تسعى من خلالها بعض الأطراف إلى تشويه صورة النجم الساحلي والهيكل التحكيمي، وطالبت بالبينة الواضحة من المدعي. كأنهم بداوا هكا يطلعوا، حسب ما فهمت الحقيقة، على الخيوط نتاع المؤامرة هذه كيفاش بدات، وتعهدوا لي الحقيقة اللي كونه باش يقع حتى معناتها ديكلاراسيون من طرف الجامعة اللي تبين انه الملف ما فيه حتى شيء، بالعكس هو معناتها شوشرة إعلامية كانت للضغط على النجم الساحلي. وسارع الاتحاد التونسي لكرة القدم إلى سماع الحكم المساعد الحسين الحمروني وتسجيله الصوتي، ثم ليعقد بعد ذلك جلسة استماع إلى بقية الأطراف المذكورة، ويحول ملف القضية إلى النيابة العمومية في انتظار اتخاذ القرارات الرياضية اللازمة. لا يمكن بأي حال أن نتحدث عن نظرية المؤامرة. الوحيد المؤهل ربما للنطق بكونه ثم مؤامرة ولا ما فماش هو القضاء لا غير. أنا مانيش مؤهل الحق لا قانونا ولا رياضيا باش نجم نحكي في الاتجاه هذا، ولكن ثابت كونه من التحريرات هذه ثم عدة أشياء ربما تبينت، كل واحد أبدأ موقفه بكل صراحة وبكل حرية، وعلى ضوء ذلك طريقة اتخاذ القرارات المناسبة. ياسين بورقيبة، قناة الكأس، لبرنامج حصاد الأسبوع.